يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده جايبه لكم قصه فنان كلنا بنحبه، ابو البنات رمضان السكري. قصه وحياه الفنان حسن مصطفى. اتولد حسن مصطفى في 26 يونيو 1933 بحي الظاهر بالقاهره، وكان دايما وهو طالب بيحب يلقي الكلمات الإذاعية ويسمع كمان لعميد الأدب العربي. وفي مرة من المرات فوجئ إن عميد الأدب العربي بيزور المدرسة بتاعته، وكان بيطلب منه إن هو يقول كلمة ترحيب له، وفعلا رحب بيه وأعجب جدا الدكتور طه حسين بكلماته وإلقائه، وقرر ان هو بعد ما يحصل على ثانويه عامه ان هو يشتغل. وفعلا اشتغل في مديريه التربيه والتعليم كاتب هناك، وكان بيقبض 9 جنيه. وعشان هو كان غاوي فن التحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحيه، وتخرج منه سنه 1957. ومن هنا بدأ مشواره المسرحي، بدأ السلم من اوله، وكان بيروح مسارح علشان يشوف الفنانين الكبار ويشوف يوسف بيه وهبي، وتعرف هناك على السيد بدير اللي سبب ان هو اتعرف على فنانين كتير، وكان من اهمهم فؤاد المهندس. وعمل في فرقة اسماعيل ياسين والفنانين المتحدين ومسارح التلفزيون، وكانت اهم اعماله الناظر في مدرسة المشاغبين. وعلى فكرة اللي كان عامل الناظر في مدرسة المشاغبين الاول كان عبد المنعم مدبولي، لكن حصل شوية مشاكل، وكان حسن مصطفى هو اللي عامل دور علام الملواني، لكن بدلوا الادوار، هو خد دور الناظر وهو عبد المنعم مدبولي ساب المسرحية خالص بسبب شكل مع الانتاج. ومن المسرحيات اللي محدش يقدر ينكر ان هو نجح فيها نجاح ساحق دوره في رمضان السكري في العيال كبرت. طبعا ده واحد من اهم الادوار اللي كل الوطن العربي بيعشق دوره، حس فيها ان هو فعلا الاب اللي كان هيسيب عياله ويمشي ورا اهواءه. بصراحة كانت مسرحية جميلة جدا. وكمان ما نقدرش ننسى دوره في مسرحية سيدتي الجميلة مع فؤاد المهندس وشيكار. بصراحة هو عمل معهم بصراحة أعمال ناجحة كتير جدا أضحكتنا وفرحتنا. وبصراحة رغم بساطة الأدوار اللي كان بيعملها، لكن بيدخل في قلوبنا كلها قلبها. حتى الدور اللي عمله صغير في مسلسل يتربى في عزه بتاع حماد عزه ده كان سايب بصمة، مفيش حاجة بيعملها ما بيسيبش فيها بصمة. حتى في بكيسة وزغلول لما كان طلعت الحرامي المحامي، مفيش عمل عمله إلا ما ساب بصمة تمس قلبنا. أما عن حياة فناننا الشخصية، اتجوز مرتين. المرة الأولى من بثينة حسن، ودي كانت بعد الثانوية العامة على طول، وأنجب منها بنت واحدة وطلقها على طول، رغم إنه كان بيقول عليها أشعار وإنها كانت ست هادية وكويسة جدا، لكن انفصل عنها بعد ما جاب بنته. وعن جوازته التانية كانت من الفنانة الجميلة ميمي جمال، اللي حبها أول ما شافها في 26 يونيو 1966. اتجوزوا وأنجب منها بنتين، لكنه كان بيغير عليها غيرة شديدة جدا، ما تلبسيش القصير، ما تلبسيش المحزق، وكان بيقعد ليها على طول فترة التصوير يشوفها عاملة ايه ولابسة ايه وجاية ازاي وكل حاجة، لدرجة ان هو من باب للطاق كده في مرة هو جاي شايفها لابسة قصير في البيت، قام رمى عليها يمين الطلاق وطلقها. لكن بعد كده ما كملوش يومين ورجعوا تاني لبعض، وفضلوا مع بعض عايشين 49 سنة لغاية ما فارق الحياة حسن مصطفى سنة 2015. اتوفى فناننا عن عمر 82 عاما بعد ما شارك في أكتر من 400 عمل نجحوا نجاح ساحق، وعمره ما قدم عمل كان وحش أو ما أمتعناش. رحم الله الفنان حسن مصطفى وأسكنه فسيح جناته. من فضلك لو وصلت للفيديو لهنا ما تنسونيش في لايك والاشتراك للقناة، وباي باي.